يا مساء الفل. مفيش أصعب على أي مدرب في العالم من إنه يسيطر على الماتش 90 دقيقة وفي ثانية بوم كرة تتقطع، سبرنت من وينج سريع والجون يجي عكس سير اللعب. الهجمة المرتدة هي السلاح الفتاك اللي بيقهر الكبار. بس هل سألت نفسك ليه فريق زي مانشستر سيتي أو ليفربول في عزهم الكرة بتتقطع منهم وما بيحصلش عليهم خطورة؟ بص يا سيدي، عشان تقضي على المرتدة لازم تفهم مصطلح اسمه ريست ديفنس أو الدفاع أثناء الهجوم. يعني وانت معاك الكورة لازم تكون بتدافع فعليا. بس ازاي؟ ما هو مش منطقي ال11 لعيب يكونوا بيهاجموا في منطقة جزاء المنافس. لازم يكون في هيكل ورا الكورة، عادة 3+2 أو 2+3 جاهزين لأي ارتداد. المدافعين لازم يقربوا من نص الملعب عشان يقللوا الجاب اللي بينهم وبين خط الهجوم. عشان تقتل أي هجمة مرتدة عندك 3 وسائل مهمين. أول وسيلة لقتل المرتدة هي إنك ما تديش المنافس وقت يرفع عينه. قانون ال5 ثواني بتاع بيب جوارديولا. الكورة ضاعت، الكل يضغط في مكانه فورا. الهدف مش بس قطع الكورة، الهدف هو منع المنافس من تمرير أول كورة طولية. لو منعت الباص الأول المرتدة ماتت إكلينيكيا. لكن في حل تاني مهم جدا. هنا بقى هنتكلم عن صياعة الكورة. لو الضغط العكسي فشل والمنافس بدأ يجري، هنا بيجي دور الفاول الذكي. لمسة خفيفة، شدة قميص في نص الملعب، تعطيل لعب. تاخد انذار في نص الملعب أحسن ما تلبس جول. دي بقى مدرسة فرناندينيو وكازيميرو المفضلة. الحل الثالث التكتيكال بوزيشن أو الوقفة الصح. في التحليل بنبص على حاجة اسمها covering the channels. يعني لازم الباكين أو لاعبي الوسط المدافع يكونوا قافلين ممرات التمرير العمودية. لو المنافس قطع الكورة وبص يمين وشمال ولقى الدنيا مقفولة هيضطر يرجع لورا، وكده مبروك المرتدة باظت ورجعنا لوضع الدفاع المنظم. في النهاية القضاء على المرتدات مش بس جري وسرعة، ده وعي تكتيكي وتمركز صح قبل ما الكورة تضيع أصلا. قول لي بقى في الكومنتات مين أكتر مدرب في نظرك بيعرف يوقف المرتدات صح، ومين أكتر فريق بيستغل المرتدات في الدوري المصري وكمان عالميا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش متابعة، لايك، شير عشان يوصل لك كل جديد. سلام.